مشهد 1. لمحة من الماضي. يظهر ليونيل ميسي وهو يجلس في استديو خاص به، يلتقط آلة كتابة قديمة ويبدأ في كتابة مذكراته. تستعرض ذكرياته منذ كان طفلا في شوارع روساريو الأرجنتين. يروي تفاصيل حياته البسيطة وكيف اكتشف موهبته في كرة القدم من خلال لحظات فرح وألم في ملعب الحي. مشهد 2. التحدي في القمة. ليو يستعرض إنجازاته مع برشلونة ورحلته الطويلة نحو النجاح. يتذكر لحظات التحديات والانتصارات في دوري الأبطال، ويظهر اللحظات الرائعة مع زملائه في الفريق. يبرز اللحظة التاريخية عندما قاد فريقه للفوز بلقب الكرة الذهبية للمرة الأولى. مشهد 3. رحلة إلى باريس. يظهر ليو في باريس سان جيرمان وهو يتعاون مع نجوم الفريق الجدد. يكشف عن لحظات من الفرح والترابط مع الجماهير الفرنسية. في النهاية يدرك أن الكرة الجديدة تأتي مع تحدياتها، وأن الأمور لا تزال تحتاج إلى النجاح. مشهد 4. عودة إلى الوطن. يقرر ليونيل ميسي العودة إلى الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم. يكون الوقت قد حان لتحقيق حلمه الأكبر. يظهر الحماس والتحضيرات للبطولة العالمية، ويواجه التحديات الرياضية والشخصية. يخوض المنتخب رحلة ملحمية في سبيل الفوز باللقب الذي طال انتظاره. مشهد 5. الخاتمة البطولية. في المباراة النهائية لكأس العالم يتوجب على ليو قيادة منتخب بلاده إلى النصر. يتحول الملعب إلى ساحة معركة حقيقية، حيث يظهر إبداعه ومهاراته في اللحظات الحاسمة. يسجل هدفا رائعا في اللحظات الأخيرة، مما يحقق له الحلم الأكبر. يتلقى تحية العالم والجماهير التي تحتفل بلحظة تألق لا تنسى. تنتهي القصة بلقطة لليو وهو يحتفل برفع الكأس العالم، ويتأمل في رحلته من شوارع روساريو إلى القمة العالمية، مما يبرز أن العمل الشاق والإصرار يمكنهما تحقيق أكبر الأحلام. In the end, I thank Jason for your follow-up. We hope to subscribe to the channel and activate the bell button, and do not forget to like. We also await your support through the super chat and the thank you feature. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والإعجاب، ولا تنسوا الدعم بسوبر ثانكس. إلى اللقاء.